ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم قضايا إريتريا. حياكم الله جميعا. اليوم سنناقش وسنواصل الحديث عن فاحشة الزنا، أعاذنا الله وإياكم منها، كيفية الوقاية منها من خلال سورة النور. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة، الدكتور حسن سلمان من داخل الاستديو والشيخ محمد بن عبد الله من خارج الاستديو، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما أرجو مشاهدي الأكارم أن تتابعونا وتواصلوا معنا ونستمع إلى مقترحاتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التقنية، وكذلك عبر الرقم الواتس الذي يظهر على الشاشة أمامكم 044 79 83 14 17. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بكم دكتور حسن. نبقى ونبدأ حلقتنا المباركة اليوم فيما يتعلق بالتدابير الواقعة عن فاحشة الزنا من خلال التوجيهات الكريمة من الله سبحانه وتعالى وأوامره جل جلاله، وكذلك من السنة النبوية من خلال سورة النور. نفتتح هذه الحلقة شيخنا الكريم بإلمام عام عن سورة النور وعن ما تتحدث عليه وما يجب وينبغي علينا نحن تجاه القرآن الكريم. أهلا وسهلا بكم دكتور حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا ويسدد أقوالنا وأفعالنا لنوصل إن شاء الله الرسالة بشكل مطلوب. سورة النور هي من السور العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يمكن من خصائصها أنها اشتملت على آيات بينات، كما قال الله سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. ونلاحظ أن سورة النور هي من السور التي تتكرر فيها عبارة آيات بينات، وتتكرر فيها كذلك آيات مبينات، وهذه طبعا من المصطلحات القرآنية التي يكون فيها دائما الدقة في التفريق ما بين الآية البينة التي هي آيات الإعجاز وآيات البرهان والبصيرة للأنبياء، وهذه تقريبا تبدأ في سورة النور من قوله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى 19 آيات. هذه تقريبا هي عبارة عن آيات بينات كلها ترد فيها حقائق علمية يمكن أن تندرج تحت قوله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهي فيها آيات بينات، ولكن أيضا فيها آيات مبينات. هنا التفريق بين الآية المبينة والآية البينة. الآية البينة هي آية بينة في ذاتها، فهي معجزة، هي حقيقة علمية
ومعرفية يصلح الاستدلال بها على أن هذا الكتاب هو حق. سبحان الله، وكأن الله يقول آية. ما تأتيكم الآن من التوجيهات في التحليل والتحريم نعم هي حق، لأن هذه الآيات البينات لا يمكن أن يقولها أيوة بشر. عليك النور. فهي سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أورد آيات مبينات اللي هي آيات يستدل بها على صحة القرآن، آيات بينات يستدل بها على صحة القرآن، وآيات مبينات يستدل بها على صحة الجريمة الواقعة. لاحظت؟ يعني مثلا الآن في جريمة الزنا، جريمة الزنا لإثباتها أنت تحتاج إلى آيات مبينات، بمعنى آيات موضحة لأن هنالك جريمة وقعت. فنلاحظ أنها استخدمت آيات مبينات واستخدمت آيات بينات. افتتحت تقريبا السورة من بدايتها إلى الآية 33. في هذه الآيات إلى 33 كلها تقريبا تتحدث عن هذه الجريمة العظيمة، وهي جريمة فاحشة الزنا، سواء من حيث الاتهام بها، سواء من حيث طريقة إثباتها، سواء من حيث عظمة الجريمة نفسها ووقوعها، سواء من حيث الإجراءات الواقية في كيف يتم الوقاية من هذه الجريمة العظيمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، سواء من حيث إجراء العقوبات الدنيوية والأخروية عليهم. وبالتالي سبحان الله أن تكون هنالك 33 آية في هذه السورة التي تسمى سورة النور، وتسمى أيضا سورة الآداب، يعني هي يعني أو اشتملت على الأقل على الآداب العظيمة جدا. فكان السلف رضوان الله عليهم لعظمتها وما تشتمله من آداب وما تشتمل من قضايا العفة تحديدا في موضوع المرأة، كان السلف يحرصون على أن تعلم الأسر هذه السورة، يعني البنات والنساء والأطفال يحفظون هذه السورة لما فيها من جملة من الآداب، جملة من الآداب. أيضا اشتملت هذه السورة على آداب الدخول في البيوت والاستئذان إلى البيوت وكيف يتم الدخول، وحتى ما يتعلق بالصبيان في أي الأوقات يمكن أن يدخلوا، في أي الأوقات لا يجوز لهم أن يدخلوا، وهكذا. فهذه السورة حقيقة ختامها ربما مسألة مهمة جدا. قال الله سبحانه وتعالى فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذه كلها الآن أوامر ونواهي، وإذا أخذتم بها نجوتم من الفتنة، ما أخذتم بها وقعتم في الفتنة، وأعظمها والعياذ بالله هذه فتنة الأعراض وفتنة الزنا وفاحشة الزنا. فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حقيقة هذه السورة من السور العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير دكتور حسن، بيان جميل جدا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هناك مشاركة من أحد المستمعين حقيقة، بعث إلينا رسالة جميلة حول ما يتعلق بانتشار هذه الفاحشة أو عدم انتشارها في بلادنا إريتريا. فأحب أن أقرأ على المستمعين إذا أذنوا لي هذه الرسالة. الحقيقة تفاعل المستمعين معنا في هذا البرنامج بخصوص بالذات فيما يتعلق بفاحشة الزنا وتألمهم مما يحصل في داخل إريتريا وخارجها، وأيضا دفاعهم أيضا كذلك عن يعني ما يتعلق يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في داخل إريتريا رجالا ونساء صغارا وكبارا، سواء من كان في دوائر الدينية الرسمية كالأوقاف وإدارة المساجد وغيرها، أو في الدوائر الحكومية، أو من هو في معسكرات الجيش أو الخدمة الإلزامية، كل هؤلاء في جهاد عظيم، هكذا يقول، وما زالوا يهتمون بالنشء بقدر استطاعتهم، رغم أنه يمارس عليهم الإفساد الممنهج وسجن من له تأثير في المجتمع، سواء كان تأثيره بالأمر والنهي أو بالقدوة الحسنة، أو من يهتم بخدمة المساجد ومدارس التحفيظ الخلاوي والمسلمين ماديا كان أو معنويا. ولا نظن أن هؤلاء جلسوا في وطنهم لأنهم لا يستطيعون الخروج أو الفرار كما فعلت أنا وأنت وأمثالي من الضعفاء، بل أغلبهم جلسوا مرابطين ليحافظوا على ما تبقى من أراضي المسلمين ولإثبات الهوية التي يخطط عدوهم أن يطمسها ويهجر شعبها بشتى الوسائل. وهؤلاء بلا شك على ثغر من ثغور الإسلام العظيمة،
كان الله في عونهم وجبر كسرهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبدل حالنا وحالهم إلى أحسن حال، ويقر أعيننا وأعينهم بالنصر والتمكين لهذا الدين في بلادنا خاصة. ما تعليقكم شيخ حسن على رسالة هذا الأخ؟ جزاه الله خير. يعني أولا أنا أؤكد على ذات المعنى الذي يذكره الأخ، وهو أن كل من يتمسك بدينه في مثل هذه الأجواء العصيبة، الأجواء التي لا تجد فيها سلطانا يعينك ولا مجتمعا يشد من أزرك ولا تجد رأي عام عموما يساند الأفكار التي تؤمن بها، بل العكس، تجد أن النظام العام والاتجاه العام كله عكس التوجهات التي تؤمن بها، فهؤلاء هم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بإخواني. وددت لو رأيت إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال إخواني الذين لم يأتوا بعد، أنتم أصحابي، فسمى من كانوا معه أصحابه. والعلة في ذلك قال إنهم آمنوا بي ولم يرون. هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم تمسكوا بقيم الرسالة في وقت لا يجدون على الحق أعوانا. فالصحابة رضوان الله عليهم يجدون أعوان ويجدون أنصار، لكن تأتي فترة من الفترات لا يجد أصحاب الحق أعوانا في الحق. فحقيقة من يتمسك بدينه في وسط الجيش، أو يتمسك بدينه وسط المؤسسات المدنية، أو يتمسك بدينه وهو في المزارع وهو في المراعي، يتمسك بدينه في الأسواق، فيرى أنه والله ما هو حرام يجتنبه ويدعو إلى اجتناب الحرام ويحث الناس على الخير، فلا شك هذا كما تفضل الأخ هو في جهاد عظيم وكبير جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإن الذي يدعو إلى الله ويتمسك بكتاب الله أعظم كثيرا في جهاده ممن فعلا يترك الساحة ويفر منها ويتركها. الأمر الثاني أيضا أنا أثمن نفس الرأي في أن والله صمود المسلمين في بلادهم مع الحرص على دينهم، مع الحرص على تمسكهم في التشبث بالأرض، يعني ما نسميه نحن الآن بقضية التشبث بالأرض، هذه مسألة أيضا قيمة ربما كثير من الناس لا يلتفتون إليها. فعموما أنا أؤكد على هذا الكلام، وخاصة لاحظنا كثير من ديار المسلمين التي هجر منها أهلها صعب جدا بعد ذلك عودته، أن لا المجتمع الدولي يساعدك في العودة ولا النظام الذي هجرك أصلا يريدك أن تعود مرة أخرى. وبالتالي عموما نحن إن شاء الله نثمن جهود هؤلاء ونثمن صمودهم ونثمن بقائهم، ولكننا نقول لهم أيضا فاتقوا الله ما استطعتم، اعملوا لخدمة دينكم، اعملوا لخدمة وطنكم، اعملوا لخدمة شعبكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أحسنتم، جزاكم الله خير شيخ حسن، بارك الله فيكم. شيخ محمد، نجدد الترحيب بكم ونسأل الله تعالى أن يوفقكم. شيخ محمد، نريد أن ندخل على بداية السورة فنستفيد من يعني تعليقاتكم حول الآيات الصفحة الأولى والثانية من سورة النور، فأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لقناة سلام جميع أرجاء المعمورة. اليوم نحن بصدد التعرض للتدابير الوقائية من فاحشة الزنا من خلال سورة النور. الأمر الذي أريد أن ننبه عليه قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع أن الله تبارك وتعالى إذا حرم الشيء حرم الوسائل المؤدية إلى هذا الشيء. ففي فاحشة الزنا وموضوعنا اليوم الله جل جلاله لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. قال أهل العلم عبر بهذا التعبير للمنع من الفاحشة ومن الوسائل الموصلة إليها. وكل الذي سنتعرض إليه الآن في التدابير الوقائية إنما هو من هذا القبيل. فالله جل وعلا بين شناعة هذه الجريمة وعظم جرمها، ولكنه سبحانه لكي لا نقع في هذه الفاحشة بين لنا التدابير الوقائية التي إذا اتبعناها عملنا بها سننجو من هذه الفاحشة العظيمة. ولا شك ولا ريب أن الإنسان بطبيعة حاله قد أودع الله فيه هذه الغريزة، هذه الشهوة التي إذا تأججت لا يمكن أن ينفذها إلا من خلال القنوات التي أمر الله عز وجل بأن ينفذ فيه هذه الغريزة. ومنعنا من
شيخ محمد أحسن الله إليكم، لو تنحرفون يمينا أو يسارا، لأن ثمة عاكس من خلال النظارة في وجهكم الكريم يعكس صورة يعني لا تجعلنا نتابع، انحرف قليلا أو يسارا. إن شاء الله. أيوة ما شاء الله، إذا أفضل هكذا أفضل، نورتم. طيب أي والله. على كل حال، الممتع. ففي البداية ربنا تبارك وتعالى أن عقوبة للزنا أنه يجلد 100 جلدة. العبرة هنا أن الإنسان حينما يشاهد من يرتكب هذه الفاحشة يعاقب العقوبة، سواء العقوبة المغلظة للمحصن أو كانت العقوبة المخففة لغير المحصن، إن الله جل وعلا قال وليعذبهم المؤمنين وذلك للعظة والاعتبار. فكل من له عقل وعى السمع وانتبه وشاهد هذا الأمر فإنه تجرأ أن يقع في هذه الفاحشة، لأن العقوبة ستكون هذه وهذا في السورة. إن الله تبارك وتعالى منع أن ينكح إلا زانية أو مشركة، وكذلك الزانية. وهذا أيضا يعني هنا هو يعتبر من قبيل العقوبة الذي يمارس هذه الفاحشة بصورة متكررة، فبالتالي يمنع من أن يأتي امرأة عفيفة شريفة. ولا يجوز للمسلمين أن يزوجوا المرأة العفيفة الشريفة لمثل هذا الإنسان الذي لا يتخلق بأخلاق الإسلام والذي دنس شرفه بالوقوع في فواحش الزنا. وكذلك المرأة لا يجوز للرجل الشريف العفيف أن يتزوج هذه المرأة، وهذا أيضا طيب شيخ محمد أحسنتم في هذه النقطة. تسمح لي فقط أقاطعك في هذه النقطة. هناك يعني بعض الأخوات المسلمات، أقول أخوات لأنهن في حظيرة الإسلام، قد يكون تزوجن لجهل أو لرغبة بعض النصارى من بلادنا، وتجد أنها تستمر في هذا حتى بعد النصح. ما هو موقف المجتمع إذا كان الله يحرم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين؟ ما هو موقف المؤمنين من هذه المرأة التي تتبجح وتذهب إلى هذا النصراني وتتزوجه وتلد منه وتعتبر وكأنها لم تفعل لم تصنع شيئا، وتزور أقاربها وأهلها من المسلمين ويستقبلونها وتؤدي، بل بعضهم سألني هل يجوز لنا أن نتقبل صدقتها في بعض الجوانب الشرعية، مما يدلك على أنها تريد أن تمارس حياة طبيعية. ما موقف الشعب من هذا؟ هو لا شك أن هذا العمل لا بد أولا أن نؤكد أن هذا لم يكن في أسلافنا أبدا، وأسلم متمسكون بها تمسكا صارما حازما. لم يكن لمسلم أن يتزوج غير مسلمة إلا في أضيق الحدود، وغالب من بها غالبا أنها تدخل الإسلام. ولكن الغير مألوف والذي استحدث مؤخرا من خلال وجود عدد من المسلمين في الثورة السورية، وجد هذا لجهل أو لظروف أو لأمور معينة. المجتمع هنا له دور استقطاب واحتواء في الوهلة الأولى. في الوهلة الأولى حتى لا يفهم أننا يعني نرضى بهذا ونسلم، إنما نحن نأخذ بأيدي هذه المسلمة التي وقعت في هذا الخطأ الجسيم ونحتويها ونبين لها أن ما فعلت أنه مناقض ومضاد لمبادئ هذا الدين العظيم. تأخذ بيدها وترجع إلى ما يمكن الرجوع إليه. وبفضل الله عز وجل وجد في المجتمع الإريتري مثل هؤلاء النساء اللواتي وقعن في هذا الأمر ورجعنا ولله الحمد. ولا يعني أنا أرى أن المجتمع أحيانا
ننفر مثل هذه المرأة تنفيرا عظيما حتى يخشى أن هذه المرأة بدلا من أنها تفارق هذا الرجل الذي تعيش معه بغير وجه شرعي، بدلا من أن تفارق بل أنها تصر على ما هي عليه، وربما تتمادى والله ربما تتنصر. فبالتالي دور المجتمع الأول هو احتواء مثل هذه المرأة حتى يأخذ بيدها ويخرجها من مثل هذا الأمر. ثم إذا أصرت على ما هي عليه لا بد أن يتخذ الإجراء الحازم وآخر الدواء الكي، وهو المقاطعة لهذه المرأة وعدم قربانها وعدم يعني وجود العلاقة بيننا وبينها، لأنها في وضع هي ليست في وضع شرعي، يعني هذا أقل أنها واقعة في زنا، حتى لو كان هناك عقد فعل لذلك أنه نهايته أنه عقد باطل لا يصح، ومع هذا الإنسان بصورة غير شرعية لا يرضاها الله أحسنتم شيخ محمد، وتعالى. جزاكم الله خيرا. دكتور حسن، في بداية الآيات يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله رؤوف رحيم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. تعليقكم حول الآيتين. طيب، أول قبل أن الكلام اللي ذكره أخونا الشيخ محمد، أحب أن أنبه حتى نستصحب طريقة تنزل القرآن الكريم وكيف كانت التشريع يمضي. يعني نلاحظ في المرحلة المكية ركز القرآن الكريم على البعد الديانة، اللي هو قضية تعظيم التحريم، تحريم الفواحش، تحريم الزنا بشكل مجمل، ولم يدخل كثيرا في موضوع التفاصيل، تفاصيل كيف تكون الوقاية وكيف تكون كذلك الإجراءات التي، وبالتالي لا بد أن نستصحب المرحلة المكية في كل ما يتعلق بالوعيد الشديد والعذاب الأليم واعتبار الزنا من الفواحش الكبرى التي تأتي بعد الإشراك بالله وقتل النفوس. ثم بعد ذلك في المرحلة المكية عندنا سورتين في القرآن الكريم لا بد أيضا أن نربط بينهما، بغض النظر أيهما تتقدم، مسألة على كل فيها إشكال، لكن سورة الأحزاب وسورة النور لا بد من الربط بينهما، وأنت تريد أن تتصور الصورة الكلية لطبيعة الإجراءات في موضوع الأسرة، في موضوع الترتيب لقضية الإجراءات الوقائية، في موضوع لباس المرأة، جلباب المرأة، حجاب المرأة. هاتين السورتين لا بد من الربط بينهما، لأنك فعلا تستطيع أن تتصور الصورة الكاملة للتشريع في هذا الاتجاه. الآية التي بدأت بها مثلا، يعني الآن افتتحت السورة باعتبارها سورة مكية الآن، يعني مرحلة التشريع تحريم الزنا انتهى، ليست فيه إشكال، لكن بدأت الآن مرحلة أخرى وهي العقوبات التي تقوم بها سلطة سياسية، سلطة قائمة أو مجتمع له سلطان. هنا سورة النور دخلنا في مرحلة مدنية فيها إجراءات حكومة، فيها إجراءات مجتمع، فيها على كل ولذلك الآن كل الإجراءات بدءا من موضوع فجلدوهم وقضية الرجم، هذه كلها ستلاحظ أنها إجراءات سلطة وإجراءات مجتمع له ولاية عموما على نفسه وعلى مجتمعه. فجاءت في البداية في الأمرين الأساسيين الذين ذكرهما الشيخ محمد فيما يتعلق بالعقوبات، بدأت بالعقوبات الزاجرة، موضوع فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم بدأت بعد ذلك بتحريم التزويج من يعني أو الزواج من المرأة الزانية والزواج من الرجل أيضا الزاني، ثم دخلنا بعد ذلك في مسألة وقاية مهمة جدا وهو التحذير من مسألة قذف النساء المؤمنات، لأنه في هذه السورة لو تعمقت في الآيات ستجد أن الشريعة في الوقت الذي حرصت فيه على التحريم وحرصت فيه على أنه عندما تثبت الجريمة توقع العقوبة، لكنها في نفس الوقت عظمت أيضا من التساهل في التهمة بموضوع الزنا أو قذف المؤمنات أو الصالحات أو القانتات أن ترمى بهذا الجانب. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه المسألة أيضا واحدة من الإجراءات، وهي فيها بعد آخر وهو حتى لا تكون قضية الاتهام بالزنا أمرا سهلا، يعني ليست القضية بسيطة، لأنك اللحظة التي ترمي فيها شخص بهذه الفاحشة فستترتب عليها أحكام، ستترتب عليها إن ثبتت عليه جريمة فيها أحكام، وإن لم تثبت عليه جريمة أيضا فيها أحكام. إن ثبتت فعليه عقوبات هو
جزء منها يتعلق بالجلد، جزء منها يتعلق بالرجم، جزء منها يتعلق بالشهادة وأن نقبل له شهادته أو لا تقبل شهادته، لا هذه. ثم إن لم تثبت شهادته فستترتب المسألة على الشخص الذي رمى هذا الإنسان، وهنا تأتي قضية حد القذف الذي فيه حماية لأعراض الناس، يعني الذي يرمي الآخرين بالزنا فيها مسألة حد القذف. فهنا الآية، هنا سورة اشتملت الآن على حدين: حد الرجم، هنا حد الجلد ل 100 جلدة، وحد القذف 80 جلدة، واشتملت على موضوع ثالث في الأحكام وهو موضوع الملاعنة، وهو يمكن ستأتينا يعني. هذه الآية الأولى. الآية الثانية إيش كانت؟ هذه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. أيوة، هذه أيضا يعني أنت لاحظ من جانب الله سبحانه وتعالى قال لك لا ترمي الناس بالفواحش، إن رميتهم أو لن تقبل شهادتك إذا ثبت أنك كاذب، ثم تجلد 80 جلدة. 80 جلدة. الحالة الثانية الله سبحانه وتعالى جعل من يحب بس مجرد حتى لو لم يفعل ولم يدعو ولم يمارس، لكنه هكذا جالس في سريره ولكنه يحب أن تشيع الفاحشة في الناس، والعياذ بالله. هنا سنلاحظ كثير من الناس والعياذ بالله عندما ينحرف عن منهج الله ويبتعد عن الله لا يرضى فقط بأنه والله هو يرتكب الجريمة، لا، كما قال أهل العلم: ودت الزانية لو زنت كل النساء، وود صاحب الفاحشة لو انتشرت الفواحش في المجتمع. لماذا؟ حتى لا يكون وحده. فيزعجه جدا العفيفات، تزعجه المجتمع الطهوري، تزعجه مسألة الالتزام، فيود أن والله هذا المجتمع تشيع فيه الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء بالعذاب الأليم. طيب، هذا الذي مجرد حبه لانتشار الفاحشة، فكيف بمن يقع فيها؟ كيف بمن ينشرها، سواء كان ينشرها بالقلم، ينشرها بجريدة، ينشرها في تلفزيون، ينشرها في السوق؟ على كل، حب نشر الفاحشة في المجتمع هذه أيضا واحدة من العوامل التي جعلها الله سبحانه وتعالى وقاية، وهي وقاية دينية طبعا، أنه الإنسان يعمل حسابه في أنه والله إرادة قلبية فقط، حتى لو لم يقع، لو كان عفيف في نفسه لكنه يحب أن تنتشر فاحشة الزنا في المجتمع فإنه عند الله آثم. طيب، الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هنا سبحان الله، يعني كيف في أكثر من آية في كتاب الله دائما يشير الله سبحانه إلى قضية الخطوات. سبحان الله، الخطوات تبدأ من الخواطر السيئة، أن الإنسان وهو جالس تأتيه خواطر وتفكير، وخصوصا الآن في عالمنا الذي انتشرت فيه قضية السوشيال ميديا هذه، تجد سبحان الله أنت في تلفونك فقط وأنت تريد أن تتصل وإذا بالدعايات تملأ عليك فهذه الخواطر التجاوب معها في مرحلة الخواطر. ابن القيم عنده عبارة جميلة جدا، يقول: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار. قال: فإنها إن تكررت تحولت إلى إرادات، أو يسميها تصورات، فإذا تكررت تحولت إلى إرادات، فإذا استحكمت في القلب هذه الإرادات تحولت إلى أفعال، فإذا تكررت الأفعال تحولت عوائد، وحينها يصعب الانفكاك عنها. يعني أصعب شيء إنه والله الشخص تتحول عنده الخاطرة إلى عادة. نسأل الله العافية. فهذه المسألة سبحان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. لاحظ أنت، تبدأ المسألة تفكير، يستحكم التفكير، فنهى الله عن هذا التفكير من البداية. البداية. ولا تتبعوا خطوات. شوف لاحظ سبحان الله، يعني موضوع الزنا جابه أخيرا، لكن في البداية قال لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوة الأولى أنك والله تأتيك خاطرة. الخطوة الثانية يمكن تأتيك النظرة، زي ما قال القائل، قال: نظرة فسلام فكلام فموعد يعني فلقاء، كده. يعني أنت تبدأ من الخطوة الأولى وهي النظرة. النظرة تستحكم في القلب، إذا استحكمت في القلب تحولت بعد ذلك في الجسد كله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها المشي، وهكذا. فكيف أنت تجنب نفسك هذه الخواطر من البداية حتى لا تقع في المحظور الأكبر؟ ولذلك منسجم القرآن في هذه الناحية عندما يقول الله سبحانه: لا تقربوا الزنا. لماذا قال لا تقربوا الزنا؟ لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى مثلا: تلك حدود الله لا تعتدوها في الزنا؟ ما قال كده. لا تعتدوا معناه أصلا وقعت في الأمر. يعني الزنا تبتعد، لأنك إن وقعت فيه ما قابل بعد كده إلى أن لا تتجاوز الحدود، انتهى الموضوع. مشكلة. نعم. القيام منه أيضا لا يزني الزاني حين يزني. نعم. بارك الله فيكم شيخ حسن. شيخ محمد عبد الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا
شيخ محمد، جاني توجيه من الكنترول، فاصل ثم نعود إليكم. مشاهدينا الأكارم، فاصل ونعود إن شاء الله. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي قناة سلام الإريتريا، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. عدنا والعود أحمد. الشيخ محمد عبد الله، كنا نناقش الآيات الواردة في سورة النور الواقعة من فاحشة الزنا بعون الله تبارك وتعالى ورحمة منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم إلى آخر الآيات التي فيها التوجيه من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. تعليقكم حول هذه الآية والآية التي بعدها أيضا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون، وقوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فإليكم المجال. نعم، قضية الاستئذان هي قضية حتمية وضرورية، ومآلها في النهاية إلى حفظ العين، لأن العين نصونها دائما حتى لا تقع فيما لا ينبغي النظر إليه. والبيوت حرمات، نساء متبسطات في بيوتهن، هذه طارحة يعني خمارها، وهذه متبذلة في ملابسها وما شابه ذلك. فبالتالي شرع الاستئذان في مثل هذه الآية وغيرها لأجل ألا يقع نظر الشخص إلى شيء لا ينبغي الوقوع فيه، وحتى لا يجر ذلك إلى ما لا يحمد عقباه. وأكبر أمر يخشى في مثل هذا الأمر هو الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله. لذلك الله جل وعلا أمر من أراد أن يدخل أي بيت بأن يستأذن بالطريقة الشرعية التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. فبالتالي الله تبارك وتعالى يريد أن يؤدبنا حتى لا نقع في مثل هذه الأمور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، حتى لا يقع نظر هذا الشخص إلى محارم هذا. وهو كما نعرف جميعا أن مثل هذا النظر قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فبالتالي ينبغي لنا أن نتأدب، أو ينبغي للأمة أن تتأدب بهذا الأدب وأن تحذر من هذا الموضوع حتى لا يجرها إلى هذا الأمر الذي ذكره الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. من الأمور الرائعة والجميلة أن الإنسان ينبغي له أن يدرك أن هذا البيت له استقلاليته وله وضعه. فبالتالي إذا لم يرد عليك أحد ولم يعني تجب إلى الدخول إلى البيت، لا ينبغي للإنسان أن يتكدر خاطره وأن يغضب من أصحاب هذا البيت بأنهم لم يأذنوا له بالدخول، بل ينبغي له أن يشعر بأنه طبق
يعني أمر الله جل وعلا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا تزكية للنفس البشرية بأنها تأتمر بأمر الله عز وجل وبأنها تخضع لما شرعه الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. فموضوع الاستئذان له أبعاد أعظم من ذلك، ولكن ما يهمنا في هذا المقام هو أن النظر سيصان من الوقوع في المحارم التي حرمها الله جل وعلا. بعد ذلك الله جل وعلا أراد أن يطهر أيضا العين، أراد أن يطهر هذه العين من النظر إلى ما لا يحل له، من النظر إلى المرأة الأجنبية التي لم يسمح الله له بالنظر إليها. فقال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شوف، تخيل الربط الجميل بين حفظ البصر وبين حفظ الفرج، لأن حفظ النظر يؤدي إلى حفظ الفرج بالضرورة، وعدم حفظ النظر قد يؤدي إلى عدم حفظ الفرج. فبالتالي الله جل وعلا قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذا دلالة قوية جدا على أن حفظ البصر معناه حفظ للفرج، وأن عدم حفظ النظر معناها الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هو أزكى لهم، هو تطهير لهم، تطهير للعين، وهي المنفذ الرئيسي لتحريك مكان الجسد. فبالتالي إذا حفظ الإنسان نظره فإن مكامن الجسد ستكون هادئة ساكنة مطمئنة. وإذا نظرنا الآن فإن معظم فواحش الزنا والعياذ بالله هي مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشر كما قال الشاعر. فبالتالي ربنا تبارك وتعالى يريد أن يطهر أعيننا من الوقوع في مثل هذه المدلهمات. وأيضا بالمقابل أخبر النساء بأنهن أيضا مطالبات بهذا الأمر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لأنه أيضا إذا نظرت المرأة إلى الرجل نظرة معينة، نظرة خاصة، نظرة شهوانية، فإنها سيسوقها ذلك إلى الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. فإن الخطوات هي تبدأ في بدايتها من النظر، ويتلوها السمع، ثم يتلوها الكلام، ثم يتلوها التحرك باليد، ثم يتلوها الخطوات، ثم يتلوها هوى القلب، ثم بعد ذلك الوقوع في النتيجة النهائية التي حذر الله عز وجل منها تحذيرا بالغا، حتى لا يكون المجتمع مجتمع موبوء بمثل هذه الأمور. لذلك المجتمع الإسلامي الذي يحافظ على هذه القيم ستجده مجتمعا نقيا طاهرا، وليس يعني معناه أنه لا يوجد فيه مثل هذه الأمور، ولكنها ستكون يعني في مستوى في مستوى قليل، أو في مجموعة قليلة جدا لا تكاد تذكر. ولكن إذا كان الأمر بالعكس ستجد أن المجتمع مجتمع موبوء بمثل هذه الفاحشة التي ستكون سببا في هلاك المجتمعات وهلاك الأمم والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الداء العظام. أحسنتم شيخ محمد. شيخ حسن، تتمة الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن على جيوبهن، إلى أن استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك المحارم. تعليقكم أولا على كلام الشيخ محمد عبد الله في تنزيل واقع هذه الآية فيما يتعلق بالاستئذان والدخول والخروج في بلادنا إريتريا، مدى التزام الشعب في مدنه، في قراه، في قبائله، مدى التزام الرجال بالاستئذان في الدخول على البيوت، والعكس بالعكس أيضا، ومدى إدخال النساء في استقبال الرجال في بيوتهن. هذه ناحية. الناحية الأخرى
مدى تمسك هذا الشعب كذلك إذا قيل له ارجع، إذا قيل له ارجع تجد أن يعني ربما بعضهم يعني يكون له ردة فعل غير جيدة في كونه إذا قيل له فلان غير موجود، الرجل غير موجود، وأن الآن الوقت غير مناسب، ربما يجد في نفسه حاجة. تعليقكم حول الشعب حول هذا، وكذلك البيان الشافي للآية التي بعدها. نعم. بارك الله فيك. أولا لا بد ونحن نتكلم في هذه الأحكام التفصيلية أن ننطلق من مفهوم عقدي مركزي، وهو أن الله عليم، أن الله حكيم، أن الله خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى لا أحد أعلم منه بأنفسنا، يعني الله أعلم منا بأنفسنا، هو الذي خلقنا، يعلم خفايانا، يعلم. وبالتالي عندما يقول الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء الفلاني هو خير لكم، فنحن لا نقول والله نحن نعلم خيرنا، لا، هو أعلم بنا. إذا قال الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء الفلاني هو مقدمة للشيء الفلاني، والمآل أنا أعلم به لأني أعلم خفاياكم، أعلم نفوسكم، خبير بما يصنعون، خبير بما تصنعون. هذه المسألة مهمة جدا ونحن نتعامل مع آيات التشريع. أن كثير من الناس للأسف الشديد يريد أن يناقض مقصود الشارع وكأنه هو أعلم من الشارع بأفعال المكلفين. في الآية بتاعت كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، سبحان الله، جمعت ما بين الحرص على الغاية وموضوع الوسيلة. موضوع الوسيلة والله يقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الغاية في النهاية يحفظوا فروجهم. يعني في النهاية الله سبحانه يريد أن يقول لك أنا والله كما أني حرمت الأمر المحرم لذاته وهو الوقوع في الفروج، أيضا حرمت الوسائل المؤدية إليه. فالآية سبحان الله جمعت لنا ما بين تحريم المقصد وتحريم الوسيلة المؤدية إليه. هذه من اللفتات المهمة جدا. فيما يتعلق بمجتمعنا، حقيقة المجتمع طبعا دي واحدة من القضايا أيضا تحتاج إلى وقفة فيما يتعلق علاقة المعمار والبناء بموضوع الأحكام. هذه سبحان الله فيها رسائل كثيرة جدا، حتى رسائل علمية في أنه كيف انعكس التشريع وقضايا الحقوق الإسلامي في المعمار الإسلامي اللي هي طبيعة البيوت. لا بد طبيعة البيوت أن تكون متناسبة مع طبيعة الأحكام. يعني أنا عندما أقول الله عليكم أن تستأذنوا، أطرقوا الأبواب، استأذنوا ثلاثة كذا، لا بد أن يكون هنالك بيت مهيئ أصلا لهذا النوع من الاستئذان. يعني إذا كان والله البيوت أصلا مفتوحة على بعضها البعض ولا تراعي، أو في بيت واحد تجد مثلا 3-4 أسر ليس بينهم، هذا للأسف تحصل، أنا أقول في بيوت المسلمين، لكن قد تكون كمجتمع تحصل هذه النوع من الاختلاطات، وأحيانا قد يتأثر بعض الناس بهذا الوضع فيرى أن الأمر طبيعي جدا، أن والله أسرة واحدة متداخلة، زوج وزوجة وزوج وزوجة وأبناء، ولكن الحالة كلها مفتوحة على بعضها. فهذه أول إشكالية كبيرة جدا. فطبيعة المعمار نفسه، التصميم يفترض أن يكون متناسب مع طبيعة الأحكام الشرعية. وهنالك زي ما ذكرت إخوة أفاضل قاموا بموضوع منظومة الحقوق الشرعية وعلاقتها بالمعمار الإسلامي. يعني ستلاحظ المعمار الإسلامي كله مبني على فكرة الحقوق الشرعية، يعني البيوت ترتبت فيها بناء على موضوع الحقوق. فهنالك على كل مثلا في نوع من التساهل فيما يتعلق مثلا في مجتمعنا، مثلا في قضية دخول الرجال على النساء. بعض المجتمعات محافظة، صحيح، بعض المجتمعات محافظة، لكن في إشكالية كبيرة جدا في بعض التساهل في الأقارب من غير المحارم. يعني مثلا أخو الزوج أو أقرباء الزوجة من ليسوا من محارمها، تجد هنا تساهل في موضوع الدخول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، ولا يخلون رجل وامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فهذا الجانب يحتاج إلى أن والله الدعاة وطلبة العلم والعلماء ينبهون الناس في أنه والله من هو الشخص الذي يحل للمرأة أن تنفرد به، أو أن تتبسط في الحديث معه، أو أن تكون والله في ثيابها ثياب عادية، ومن هو الشخص الذي والله لا تكلمه ولا يدخل عليها إلا أن تكون في زي شرعي كامل وهو الجلباب، أو في وراء الحجاب. وهنا سبحان الله سورة النور وسورة الأحزاب تجمع لنا ما بين هذين الأمرين، اللي هو موضوع الجلباب الشرعي للمرأة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهنا عندنا الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. يعني هنا كيف تستطيع المرأة أن تخفي كل ما هو من الأشياء المؤدية إلى الإثارة، سواء كانت والله هذه الإثارة إثارة صوتية، أو كانت هذه الإثارة إثارة
في الزي، أو كانت هذه الإثارة عن طريق الضرب بالأرجل، والقرآن الكريم هذه كلها ذكرها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالقضية إيش؟ يعني يمكن للمرأة أن تكون والله هي ما شاء الله محتشمة في ظاهرها، ولكنها تفعل أفعال مثيرة، فربطها الله بالقلوب. إن والله يا أيتها المؤمنة في تصرفك أنا أعلم ما تخفي الصدور وأعلم خائنة الأعين. فإذا قامت المرأة وهي متحركة في الشارع أو متحركة من مكان إلى مكان، ولكنها تفعل ما يثير الرجال نحوها أو ما يلفت الرجال إليها، هذه أيضا من القضايا التي لفتت إليها سورة النور وتكلمت عنها. وموضوع الزينة سبحان الله في القرآن الكريم رتبه القرآن بشكل تفصيلي، لأنه له تعلق بشكل كبير جدا في موضوع الطهورية، هذه موضوع التزكية. وذكرت أيضا في الحلقة الماضية كيف أن هذا الجلباب للمرأة المسلمة هو في ذاته دعوة إلى الله، هو في ذاته دعوة إلى الله، ويعطي رسالة أن هذه المرأة ملتزمة بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأنها ليست سلعة معروضة للبيع. القرآن اهتم بذكر المحارم، فقال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. من هم البعول؟ نعم، البعول المقصود بهم الأزواج. الأزواج نعم، أو آبائهن. أو آبائهن، الآباء اللي هم الأب والجد وإن علا. تمام. أو آباء بعولتهن. أيوة، آباء البعول اللي هو آباء الأزواج، اللي هو أبو الزوج، حماها. أي نعم، حماها الذي هو حماها. نعم. أو أبنائهن، أو أبنائهن اللي هو أولادها. أو أبناء بعولتهن، أو أبناء بعولتهن أبناء الزوج. أو إخوانهن، إخوانهن من الإخوانهن من النسب والرضاعة. أو بني إخوانهن. بني إخوانهن، أيوة، أي نعم، هي عمة لهم. أو بني أخواتهن، هي خالة لهم. نعم. أو نسائهن. أو نسائهن هنا موضوع الإماء. أو ما ملكت أيمانهن. نعم. العبيد. نعم. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. أيوة، التابعين غير أولي الإربة. هنا طبعا يتكلم عن من تجاوزوا السن الذي يكون فيه اندفاع من الرجل نحو المرأة، أو الرجال الذين ليس لهم شهوة. نعم، ليس لهم شهوة، الذين يعني ضربت كما الحالة في القواعد من النساء، يتبسطن إلى حد ما في الأحكام، يحصل فيه تخفيف. وأن يتعففن. أيوة. وأن يتعففن خير. خير. أو الطفل الذين لم يظهر على عورات النساء، هؤلاء الصبية الصغار. طيب وإن ظهروا؟ اليوم الطفل أصبح ظاهرا على عورات النساء. على كل هذه مسألة فعلا تقديرية. يعني الصبي الذي يعرف يعني ما لا يعرفه يمكن كثير من الناس ممن كانوا في السابق. يعني الآن مثلا التكنولوجيا أتاحت للطفل الصغير أن يتعرف أشياء كثيرة جدا. فهنا عموما كلما كانت المرأة أيضا حذرة في أنه والله دخول الأطفال عليها في وضعيات ليست صحيحة، هذه برضو من ناحية تربوية بالنسبة للأطفال. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا كانت هناك وسائل أخرى غير الضرب بالأرجل. يعني زمان قديما كان الخلخال. نعم. تضرب حتى يظهر خلخالها. أي. واليوم جاء كعب الأحذية وله أصوات. هل ثمة لو كان هناك وسائل أخرى هل يدخل ضمن التحريم؟ أي شيء يلفت النظر. نعم. وتستخدمه المرأة لإعطاء رسالة للطرف الآخر لاحق بهذا الحكم. طيب نعم. لماذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ختم بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون؟ الله أكبر. هنا سبحان الله التوبة سواء كان الذين تجاوزوا في الحد الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، مثلا تجاوزوا في غض البصر، تجاوزوا في موضوع اللباس، تجاوزوا في أنه الله صارت تضرب على الهناية، تظهر مفاتنها، تظهر محاسنها، كل ذلك نادانا الله سبحانه وتعالى إلى أن نتوب إلى الله بأمرين. توبة إلى الله سبحانه وتعالى مما يتعلق بقلوبنا. جميل. ما في أشياء لها علاقة بالقلوب. جميل. يعني الآن قضية الخواطر التي تكلمنا عنها لا علاقة بالقلب. وكذلك توبوا إلى الله من الأفعال التي هي في نفسها محرمة. يعني جميل. هذه الأشياء التي حرمتها عليكم ومنعتكم منها توبوا إلى الله سبحانه وتعالى منها توبة نصوحة. طيب شيخ محمد عبد الله، إذا تمت أمور قد نسيناها في توجيه المجتمع التي نسأل الله تعالى أن يحفظه ويحفظ جميع أهالينا من هذه الفاحشة العظيمة، لو في دقيقة واحدة تسرد لنا سردا سريعا بعد التوجيهات النبوية حتى نختم. هو حقيقة أنا لا أريد أن أسرد الآن لأن السرد لن يؤتي ثماره. أنا أؤيد أن الحلقات تمتد أكثر من ذلك حتى لو هناك حلقة أخرى، لأن موضوع الوقاية من هذا العمل أمر يعني في غاية الأهمية.
وكوننا أننا ننبه الناس ونعلمهم ونبصرهم بأن الوسائل هي التي تؤدي في النهاية إلى الوقوع في مثل هذا الأمر هو بالغ الأهمية. فبالتالي موضوع الخطوات، أنا أقول يا إخواني، موضوع الخطوات هو ينبغي أن يركز عليه. لا يمكن الإنسان أن يصل إلى هذه الفاحشة مباشرة دون أن يمر على هذه الخطوات: خطوة النظر، خطوة الخطرات، خطوة الاستماع، خطوة الكلام باللسان والبطش باليد والخطب وأيضا خطوات الأقدام، ثم بعد ذلك هوى القلب. فإذا تشرب القلب بمثل هذا الأمر وقع في هذه الفاحشة. فبالتالي ينبغي أن ندرك يا جماعة، أنت الآن نبهت تنبيه مهم جدا قبل قليل، وهو أن الله عز وجل ختم هذه الآيات بقوله: وتوبوا إلى الله. لماذا؟ لأن هذه الخطوات هي في حد ذاتها ذنوب ومعاصي، فبالتالي توبتنا من هذه الذنوب والمعاصي يجنبنا أيضا الوقوع في هذه الفاحشة. وبالتالي أنا أقول قد ينظر الإنسان وقد يستمع وقد يتكلم وقد يخطو، ولكنه لم يقع بعد، فإذا تاب واستدرك فإنه يقي نفسه من الوقوع في مثل هذه الفاحشة. طيب، على فرض أن هذا الإنسان والعياذ بالله وقع في هذه الفاحشة العظيمة، هل معناها النهاية؟ معناها خلاص ختم الأمر؟ لا، الله عز وجل لا زال يفتح لنا الأبواب، باب التوبة مفتوح على مصراعيه طالما أن أنفاسنا تتردد في أجسادنا. فبالتالي يا من وقعت في هذه الفاحشة، لا تغلق على نفسك باب الرحمة، ولا تغلق على نفسك باب التوبة، ولا تغلق على نفسك هذه الرحمة العظيمة، ولا تدخل فيما يريد الشيطان أن يدخلك فيه، وهو اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بترككم لهذه الأمور، وتفلحون بدخولكم في رحمة الله عز وجل. أنا أقترح يا شيخ برهان أن يكون هناك امتداد لهذه الحلقة في الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي الأكارم، انتهينا من هذه الحلقة، ونحن سنرفع إلى إدارة شبكة سلام لتخصص لنا برنامجا حقيقة مستقلا في التوجيهات التربوية لحماية الأسر من مثل هذه القاذورات. في الحقيقة الأمر كبير، يعني المرأة مثلا المتزوجة إذا كان زوجها يأمرها أن تسكن في وسط أهله وأهله ربما يكون لديه إخوة كبار في السن، يعني رجال، كيف ستمارس حياتها الطبيعية؟ هناك حقيقة مشاكل كثيرة تواجهها النساء، وكذلك الرجل أيضا أحيانا يكون شابا ملتزما مستقيما يعيش في وسط غير محارم من النساء، فهذه تريد أن تسلم عليه وهذه تريد أن تجلس معه، أو يكون مبتلى في عمل. حقيقة يعني نحتاج إلى جلسات وجلسات حتى نستطيع أن نتمسك بدينه. من هنا قال النبي عليه السلام: القابض على دينه كالقابض على جمر، في مثل هذه الأزمان التي نحن. ولذلك نحن نحتاج أن نجدد التوبة، يعني الوقاية من مثل هذه الأمور والهروب منها من الصعوبة بمكان. فأنت كلما جاهدت نفسك أن تبتعد عن النظر الحرام أو الملامسة الحرام أو شيء من هذا القبيل، تقع في المعصية وتقع في النهي. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى تجديد التوبة والاستغفار باستمرار حتى يغسل هذا. صلى الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن، وأن يحفظنا وإياكم، أن يختمنا بخير، وأن يحفظ شعبنا وأهالينا في داخل إريتريا وفي خارجها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير مشاهدي الأكارم. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا أخوكم برهان يحييكم، وإلى اللقاء. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من